بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة رئيس الجمهورية الدكتور محمد منصف المرزوقي، فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية، فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، سعادة المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني للانتقال الليبي، معالي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدكتور مصطفى بن جعفر، معالي رئيس الحكومة السيد حماد الجبالي، الحضور الكرام، يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم إحياء للذكرى السنوية الأولى للثورة التونسية، ولا يسعني إلا أن أعبر عن تقديري العميق للجمهورية التونسية حكومة وشعبا لما شملتنا به من دعوة كريمة لمشاركة الشعب التونسي فرحته بمسيرة ثورته الواعدة بالحرية والتنمية والاستقرار. لقد استجاب القدر لإرادة الشعب الذي حول أحلام الشعراء إلى سياسة، وأخضع السياسة لتطلعات الشعوب، وضرب مثالا فذا في التغيير السلمي، فانفتحت الأبواب على مصاريعها للتغيير وتبدد اليأس، وبذلك قدمت تونس نموذجا إنسانيا أثار إعجاب العالم. كما قدم الجيش التونسي بقيادة الفريق أول رشيد بن عمار نموذجا للجيش الوفي لوطنه والحامي لشعبه والمحافظ على مؤسساته، مما مكن من الانتقال التدريجي السلمي للسلطة. الحضور الكريم، أقف أمامكم على أرض قدر لشعبها أن يكون سناما لهذه الأمة وطليعتها للتغيير الذي يحقق الكرامة والعدالة للشعوب المضطهدة في وطننا العربي، وهو وطن ينشد التقدم والعزة وترنو شعوبه لأن يكون سيدا يملك قراره. وإنني واثق أن الشعوب العربية التي تعيش بكرامة وحرية في دولها سوف تدفع باتجاه خلق تكتلات كبرى فعلا لا قولا من أجل خيرها ومصلحتها. وعلى الجميع في الشرق والغرب أن يدرك بأن ما يجري اليوم في عالمنا العربي من ثورات هي ليست انقلابات عسكرية، ولكنها ثورات الشعوب تنشد العدالة والحرية، وينبغي التعامل معها على هذا الأساس. الحضور الكريم، إن إصرار الشعب التونسي ونخبه وقواه على التغيير السلمي وقبول جميع التيارات الفكرية لدليل وعي ينير السبيل للشعوب التواقة للحرية والكرامة. إنكم الآن كما تعلمون أمام الجهاد الأكبر، والقضايا لا تحل دفعة واحدة، والضمان الأمثل للتصدي للمشكلات وإيجاد الحلول هو سلوك طريق التنمية والبناء لمصلحة المجتمع ككل. ولا شك أن شعوبا تتابع وتنظر ما عساكم فاعلون، وهذه مسؤولية جسيمة تواجهكم، ولكننا على ثقة بأن هناك من الأشقاء والأصدقاء من هم معنيون بنجاحكم. الحضور الكريم، تجمع دولة قطر والجمهورية التونسية أواصر أخوة تعززها الثقافة الواحدة والتاريخ المشترك، وقد جاءت مشاعر القطريين والعرب عموما تجاه ثورة الشعب التونسي تعبيرا صادقا عن هذه الأواصر. نحن نعتز بهذا التميز لعلاقة شعبين الشقيقين، ولا بد لنا من تكريس ما يتوفر من إمكانيات واسعة لتبادل الخبرات والتعاون من أجل خير شعبينا وبلدينا. ومن واجبنا أن نقف إلى جانب تونس وأن ندعمها لعبور هذه المرحلة الانتقالية بنجاح. لقد أصبح المجال مفتوحا لتقديم نموذج لعلاقات التعاضد والتعاون والتكامل بين الاقتصاديات العربية، وإنني على ثقة أن الدول العربية المقتدرة سوف تلبي نداء الواجب وتساند تونس في هذه المرحلة. أخي الرئيس، إننا نعتبر شهدائكم شهدائنا،
وجرحاكم جرحانا، وإذا سمحتوا لنا نود باسم شعب قطر أن نساهم في صندوق لدعم أسر الشهداء والجرحى. ولا يسعني إلا أن أحييكم سيادة الرئيس، وأحيي رئيس المجلس التأسيسي ورئيس الحكومة وأعضاء المجلس التأسيسي وأعضاء الحكومة وكل من ساهم في إنجاز المسار الانتقالي السلمي الذي تلا الثورة، بمن فيهم المسؤولين الذين قادوا المرحلة الانتقالية بروح وحدوية توافقية تعبر عن أصالة الشعب التونسي الشقيق. أكرر شكري لكم ورجائي من الله من العلي القدير أن يوفقكم ويكلل جهودكم في البناء والإصلاح وبالنجاح، وأن يحفظكم ويحفظ ثورتكم، والرحمة لشهداء تونس الأبرار. والسلام عليكم.